ازيكم عاملين ايه؟ انا حابب بس ان انا اوضح حاجه قبل ما ابدا الفيديو. انا والله مبسوط جدا ان انا رجعت تاني اعمل فيديوهات. حاسس ان دي بتساعدني ان انا الاقي حد ان انا اتكلم معاه، وبالذات موضوع الفيديوهات دوت بتحس ان انت بتطلع كل الكبت اللي جواك او في حد بيسمعك، ودي حاجه انا كنت فعلا مفتقدها الفتره اللي انا قعدت ما بنزلش فيها اي فيديوهات. انا عارف ان انا ممكن انزل فيديوهات ممكن ما تفيدش الناس كلها، او في واحد مثلا يقول لك لا طب ما انت بتنزل الفيديو ليه، انا مثلا مش محتاجه، او انا شايف ان انا مش هتعلم منه حاجه او مش مفيد ليا بالنسبه لي. بس هي برضو في نقطه انا عايز ان انا اوضحها، ممكن ما يبقاش هو مفيد بالنسبه لك او مش مهم بالنسبه لك، بس ممكن يكون في حد تاني ده شايف ان هو فيديو مهم بالنسبه له او عرفه حاجه يعني. فمش كل الفيديوهات هتعجب كل الناس اللي عندي على التشانل يعني. ففي النهايه الواحد بس بيحاول ان هو يعمل حاجه تساعد، حتى لو هتساعد شخص واحد، دي بالنسبه لي كفيله جدا يعني. طيب نبذه سريعه كده عن مثلا ايه رايي في ايطاليا، او بالاخص في روما يعني. بالذات ان انا بقالي هنا بتاع حوالي اسبوع. انا ما بقاليش فتره كبيره جدا. اكيد طبعا في ناس هنا مصريين بالاخص عايشين هنا يقدروا يفيدوا اي حد محتاج ان هو يجي هنا ايطاليا. عندهم خبرة كبيرة جدا. بس انا ممكن اقول وجهة نظري مقارنة ما بينها ومثلا ما بين امريكا، ما بينها وما بين مصر، في الحاجات اللي انا شفتها يعني. هل طبعا دي عمرها ما هتبقى مقارنة شاملة كل حاجة، لان انا مش هنا بشتغل، انا جاي هنا حرفيا زيارة يعني، او سياحة، فاكيد ما شفتش كل حاجة يعني. طيب ايه الاماكن اللي انا زرتها؟ انا رحت اللي هو الفاتيكان دوت، اللي هو من اكبر، هي عبارة عن زي هو هنا بيسموها مدينة يعني. ليهم جنسيات لوحديهم، وليهم حرفيا منطقة لوحديهم، ده حتى ليهم باسبورات لوحديهم. بس أنا دخلت زي المتحف اللي جوه. لو أنت جيت سألتني إيه رأيك فيه، والله العظيم في حاجات في مصر تضرب الكلام ده كله، تضربه يعني. ما يعني حرفيا صفر على الشمال والله العظيم، مقارنة بحاجات كتيرة جدا أثرية موجودة في مصر. والمضحك في الكلام ده كله إن لما تدخل المتحف اللي جوه، في حاجات كتيرة ليها علاقة بالتاريخ الإيطالي. الأجانب أو السياح اللي موجودين كان عددهم قليلين جدا في الأماكن اللي فيها حاجات مثلا تبين التاريخ الإيطالي. المضحك إن أنا دخلت جزء تاني مليان حاجات عن التاريخ المصري، الفراعنة والكلام ده. زحمة بطريقة فظيعة يعني، زحمة جدا جدا يعني. يعني أنا حسيت إن كل الناس اللي كانوا موجودين منفضين لكل حاجة ليها علاقة بإيطاليا، ومهتمين جدا بالجزء اللي بيتكلم عن الفراعنة أو الجزء اللي ليه علاقة بمصر يعني. فده يبين لك إن مصر يعني لو استغلت الموارد اللي عندها، زي بيقول لك ايه، هتكتسح اي بلد والله العظيم موجوده في العالم ليها علاقه بالسياحه يعني. بس للاسف زي بيقول لك الناس في مصر مش مقدرين النعمه اللي معاهم. باختصار هو المتحف يعني انا ما كنتش شايف فيه حاجات فظيعة قوي، وفي نفس الوقت زي ما قلت غالي الدخول فيه. انا فاكر جبت باين التذكرة من على الويب سايت بتاعهم في حدود مثلا $25 باين للفرد، في الحدود ديت. مش شايف في اي حاجه اللي هي الفظيعه. في رسومات كتيره مثلا على الحيطان، في اللي هما بيسموها زي مصر الزخرفه، الحاجات اللي على السقف، الحاجات اللي زي كده دي شكلها جميل جدا. بس مش يعني انا مش شايفها ان هي حاجه سياحيه. مش شايف ان انا دخلت مثلا قريت حاجه ليها علاقه بالتاريخ يعني. مش حاسسها يعني. لدرجه مثلا ان انت لما بتدخل مثلا اي حته في مصر، مثلا زي المتحف المصري، او لما بتدخل الاهرامات، او لما تروح اي حته، بتلاقي فيه الجزء اللي ليه علاقه بالتاريخ. بتلاقي حتى زي بيقول لك اللي هو الجزء اللي هو تفسير عن الصوره دي معبره لايه، او النحت ده معبر عن ايه. هما لدرجة ان الحاجات دي عبارة عن ان هي لوح عادية او زخرفة عادية، تحس ان هم مش كاتبين اي وصف ليها يعني. حاجات عادية زي رسومات، ما فيش حاجة تعبر الرسمة دي معناها ايه بالظبط، او التمثال دوت عمل ايه. لا يعني مش زي مثلا التاريخ المصري خالص، مش زي مثلا الحضارة الفرعونية وتاريخها خالص، لا بعيد تماما. بس انا حبيت ان انا عادي، عارف انت برضه بتروح بلد جديدة وانت رايح ان انت تتفسح فيها، فلازم تدخل الجزء اللي ايه الناس كلها بتيجي البلد ديت عشان تشوفه مش اكتر. وطبعا كانت متعبة جدا، مشي كتير جدا. والمضحك فيها كمان ان انت لو عايز تمشي يعني، عايز تخرج يعني، انت مثلا ايه لفيت نص المتحف مثلا وانت عايز تقول لا كفايه كده انا عايز اروح مش قادر، لا ما ينفعش لازم تكمل كله يعني. ما فيش باب يطلعك بره، لا لازم تكمل، فاهم؟ فكانت متعبة يعني.
بس نيجي للجزء الإيجابي اللي أنا برضه اتكلمت عليه قبل كده، إن موضوع إن أنت الدخول سهل، في نظام، ودي حاجة لمّا أنا كنت موجود في مصر للأسف ما لقيتهاش. يعني مثلًا هُم طبعًا مش عايزين تكدُّس أو مش عايزين ناس كتيرة جدًا تدخل في وقت واحد، فمثلًا مقسّمين الوقت، يعني أنت مثلًا هتقطع تذكرة مثلًا الساعة 13:00، هتدخل من الساعة 13:00 مثلًا ساعتين لحد الساعة 15:00، وبعد كده في تذاكر تانية من الساعة 15:00 للساعة مثلًا 17:00. وهكذا. للأسف في مصر ما فيش، يعني العدد في الليمون، فاهم؟ كله يدفع وكله يدخل في نفس الوقت، فدوت بيخلي فيه تكدس كتير جدا، وبيخلي ان الموضوع بيبقى صعب جدا على ان اي حد يقدر ان هو يعني بيقول لك ايه يستجم، او ان هو ياخد وقته ان هو يشوف او يقرا او يستمتع بالحاجه اللي هو بيعملها او اللي هو بيشوفها. فاكيد هم هنا النظام كويس جدا، وزي ما قلت مفيش حد بيجبرك ان انت تشتري حاجة، مفيش حد واقف ناطط فوق دماغك. الكلام ده انا الصراحة ما شفتوش جوه المتحف، فاهم؟ بره المتحف برضو لو في حد بيبيع حاجة كلها يعني ايه بذوق، ما فيش اجبار، ما فيش حد يروح ماسكك شايلك وحطك فوق جمل ويلا بينا نجري والكلام ده. الواحد فعلا نفسه ان مصر يبقى فيها حاجة زي كده، والله العظيم والله لو مصر استغلت الموارد اللي موجودة عندها، بالذات الجزء بتاع السياحة، والله فعلا هتكتسح اي بلد في العالم. يعني والله انا لما دخلت الجزء اللي هو بيتكلم عن الحضارة المصرية وكمية الزحمة اللي كانت موجودة فيه، والله لازم انا كنت فعلا فرحان جدا. يعني انا أو يعني كنت فرحان ان انا مصري، يعني كنت عارف عايز ان انا اقول لهم يا جدعان ده الناس دي تبعنا هنا، فاهم؟ ده انا مصري، فاهم؟ بس للاسف زي ما قلت مصر ما بتعرفش تستغل الحاجات ديت، مدينها لشوية نصابين هم اللي دايرين العملية كلها، وده للأسف اللي مخلي السمعة وحشة جدا في مصر، بالذات الجزء بتاع السياح يعني أو السياحة لما بينزلوا مصر في العموم. وطبعا من ضمن برضو الحاجات اللي لفتت نظري ان في ضباط كتير او في امن كتير جدا. كل حاجة ليها نظام، ما فيش الهرجلة اللي ممكن تشوفها في مصر. ما فيش ان انت ممكن تلاقي واحد ملوش علاقة بالمكان، بس هو عبارة عن بياع هو اللي سايق الدنيا كلها. لا، ما فيش الكلام ده خالص. يعني كل حاجة ماشية في نطاق الحكومة، والحكومة مسيطرة سيطرة فظيعة يعني. فلو انت سألتني ان جيت للحق كنظام، منظمة جدا، هم عارفين يديروا كويس جدا يعني. لكن كسياحة انا ندمت ان انا دفعت $25، فاهم؟ يعني ما فيهاش حاجة اللي هي الفظيعة، يعني مش اللي هو تخش تستمتع. يعني انا دخلت لما كنت موجود في مصر، رحت اللي هو المتحف الحضارة دوت اللي موجود، والله نسيت فين. جميل جدا، يعني من احسن الحاجات فعلا اللي شفتها. يعني تقف قدام كل تمثال، بس يعني تقرا الحاجات اللي موجودة عليه، فعلا فعلا تنبهر بالتاريخ، تنبهر بالمحتوى اللي موجود في المتحف كله. يعني حاجة فعلا فظيعة، يعني فعلا فعلا جميلة جدا يعني. بس زي ما قلت هنا ما المتحف اللي انا دخلته ما فيش اي حاجة، يعني والله العظيم اللي هو انت خرجت، طب انا استفدت ايه؟ فاهم؟ ممكن الجزء الوحيد فعلا اللي تستفاد منه هي الجزء بتاع مصر والفراعنة بس، والله غير كده ما فيش يعني. بس انا فعلا كان عندي سؤال، الجزء بتاع مصر اللي هو بيتكلم عن الحضارة بتاع مصر، في عندهم تماثيل وفي عندهم موميا يعني انا مش عارف جابوا الكلام ده منين، يعني جابوا الحاجات دي منين؟ فاهم؟ يعني مين اللي طلع الحاجات دي بره مصر؟ مش عارف برضه، فاهم؟ انا والله ما يعني ماليش في السياسة، بس انا فعلا مستغرب، يعني مستغرب جدا ان هم قدروا ياخدوا الحاجات اللي زي كده يعني. مش عارف، ما علينا يعني. وطبعا اتمشيت في الداون تاون، او الجزء اللي هو جنب المتحف، بعد ما خلصت. وطبعا كان معايا العربية، فالركنة كانت الركنة طبعا صعبة حوالين المتحف دوت اللي هو الفاتيكان. بس في يعني ممكن تلاقي جراشات بيركنوا لك العربية، بيبقى في طبعا باب الساعة. طبعا لازم بيستغل الموقف، لأن ده منطقة سياحية، بس زي ما أنا ما قلت كل حاجة برضه في حدود الاحترام. ما فيش نصب، ما فيش يعني تحسها ان كل حاجة ليها سيستم متظبطة يعني.
وده برضه من ضمن الحاجات اللي بتسهّل عليك الموضوع إن أنت تخلّص كل حاجة بسهولة، حتى لو هتدفع فلوس. يعني في ناس كتيرة جدًا على فكرة سُيّاح بييجوا مصر ما عندهمش مشكلة إن هم يدفعوا فلوس، بس يلاقوا زي ما بيقولوا لك نظام أو يلاقوا system، وللأسف دي الحاجة اللي مش موجودة في مصر يعني. وزي ما قُلت موضوع العربية ده برضه ريّحني جدًا، خلّاني طبعًا إن أنا أبعد عن حتّة القطر وكده، لإن في قطر من المنطقة اللي أنا فيها ديّة بيوصل الجزء اللي هو مثلًا بتاع الdowntown بتاع روما، بس العربية الصراحة ريّحتني من الموضوع ده خالص يعني. بس، ودي كده كانت نهاية الفيديو، إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد.